سلام. قبل ما نبداو بغيت نطرح عليكم واحد السؤال. واش كتامنوا بالصدف؟ كيبان السؤال فشكال في الاول، ممكن البعض منكم كيضحك حاليا. المهم حتى انا ما فكرش بزاف في هادشي، داكشي علاش قلتوها هكاك. يمكن خاصني نزيد نشرح لكم اكثر. قصه كتبدا من البارح، دابا عام باش بنتي اختفات، ولحد الان ما كاين حتى شي جديد في القضيه او تطور في البحث عليها. والاكثر من ذلك هو انهم ما تكتشف حتى شي بقايا او شي دليل ولا اي حاجه ممكن تعطينا شي خيط اللي نقدروا نتمسكوا به كيدعم النظريه على انها تخطفات. والمحزن اكثر، بغض النظر على الغياب ديالها، كيبان ان هادشي غريب، خصوصا ان هادشي كامل اللي وقع ما بان من وراه والو. بحال الا ديك البنت اللي في عمرها 14 عام شقت الارض وبلعتها بلا حتى شي اثار. اللي اختفات بنتي خديجه خلتني انا وامها وخوها الكبير ايوب في واحد الدوامه من الحزن والقلق دائم. والمشكل الكبير هو انه مخلينا بين نارين، واش هي حيه ولا ميته؟ يعني حتى لو انك باغي تنسى ما يمكنش، حيت دائما كتبقى بين الشك واليقين، وهذا الشيء اللي كيزيد الملح على الجرح. كل مكالمه هاتفيه كتجي بحال الا غرستي شي شوكه في جلدنا، وكل نشره اخباريه كتدوز وكتهضر على خديجه اللي المضمون ديالها هو انها مازال مفقوده، ممكن انها تكون ماتت الله يرحمها. هاد الكلمات كانوا بحال الماء مغلي كيدوز من حلقنا. اي واحد فقد ولده ولا بنته، ما عرفش واش حيه ولا ميته، غادي يتفق معايا باللي هذا هو العذاب الحقيقي. ما عرفتش واش بصح ولا لا، حيت حتى البارح كنت مآمن بهذا الشيء. حتى البارح ملي وصلني ميساج في الايميل ديالي، ما عرفتش شكون اللي رسلو، حيت مول الميساج كان مجهول الهويه وكيدعي انه عارف الحقيقه كامله على شنو وقع لخديجه في ذاك النهار المشؤوم. المحتوى ديال الميساج هو: السلام سي عمر، ما غاديش نقول لك سميتي حيت هادشي ماشي ضروري تعرفوه حاليا. المهم هو داكشي اللي درت، وشحال انا فعلا حاس بالندم على داكشي اللي درت. ما غاديش نطول عليك، خديجه الله يرحمها، والفاعل هو انا. كنت بغيت نقول لك ان الموت ديالها كان سريع ورحيم ونخفف عليك، ولكن لسوء الحظ هو انه العكس تماما، حيت الموت ديالها كان ثقيل بطريقه معذبه وما فيها ما يتشاف. واخا نعز ليك دابا غادي يبان باللي راني متناقض وما نكذبش عليك، حيت ملي درت هادشي كنت مستمتع بيه في الاول. المهم دابا غادي نشرح لك من الاول علاش درت هادشي. من شحال هادي وانا كنشوف خديجه، وكل مره كنشوف فيها كنحس بشي حاجه ما هياش، شي حاجه كتهز الكيان ديالي لدرجه انه كل شيء غبر من حدايا، بحال الا غير هي اللي كاينه. وهذا الشيء اللي خلاني نتعلق بها لدرجه كبيره. امر وصل بيا انني حبيتها بزاف، ممكن انك تقول انني حبيتها بطريقه مخله. امر اللي خيب هو انني عرفت باللي هي عمرها غادي تبغيني باي شكل من الاشكال، او على الاقل ماشي بالطريقه اللي بغيتها انا. وهذا الشيء كامل ماشي حيت انني قصرت من ناحيه المحاولات، حيت حاولت بزاف، وهاد المحاولات كانوا بواحد الطريقه سخيفه جدا. ورغم هذا الشيء كامل الا ان خديجه ما تقبلاتش التعاطف ديالي بالكل، حيت دائما كانت كتحس بواحد الاشمئزاز من جهتي، وهذا الشيء اللي كان مخليني كنبان صغير كيزيد يعصبني بزاف. ورغم كاع هذا الشيء ممكن تقول انني فرحان حيت عمرها صارحتك بهذا الشيء نهائيا، وكنظن انها غتكون حشمانه تقول لك هذا الشيء، حيت ماشي ضروري تقولها ليك، او ممكن تكون ما مهتماش اصلا. واش كتعرف السي عمر شحال صعيب انك تتعامل مع الخيال بلا ما نقول لك، حيت كانوا كيجيوني شي احلام معفونين على خديجه، واخا عارفهم انهم معفونين، ولكن راه فعلا كانت كتعجبني بزاف الطريقه تاع المشي ديالها وعينيها وملامح ديال الجسد ديالها، كلشي كان زوين فيها. ما عرفتش واش هاد العفن اللي كنت كنفكر فيه هو اللي خلاني نتحمس بزاف ولا لا. وملي كيكون الخيال ديالك هو الباب الوحيد اللي عندك، خصوصا ملي كتعرف ان داكشي اللي كتفكر فيه مستحيل انه يتحقق، فغالبا كتزيد تعمق في الخيال ديالك وكتسقلو مزيان، بحال داك النحاس اللي كينقش شي تمثال كيحاول يوصل للكمال في داك النقش، ولكن ملي كيوصل الخيال لنقطه الغليان تما كتبدا الامور كتعقد، حيت كيولي صعيب انك ترضي الخيال ديالك بالفكر وحده، حيت كتولي تبغي تحس بيه في الواقع. داكشي يكون قدامك كتشوف فيه بعينك، تحس بيه بين يديك. درت داكشي كامل درتو السي عمر. خاص نكون معاك صريح، هادشي كامل اللي قلت لك ما كيتعلقش بالرغبه ديالي انني نعيش داكشي غير في الخيال ديالي، امر كيتعلق بالرغبه ديالي باش نعرف واش ممكن انني نقدر ندير داكشي ولا لا. حيت بالنسبه ليا ما كاين حتى شي معنى انني نمتع راسي غير بالافكار المعفونه والعنف داخل الدماغ ديالي، وانما المغزى
هو انه تكون عندي الشجاعه باش ندير الحاجه الوحيده اللي كتخلي لحياتي معنى. بحال هذا النهار من العام اللي فات قدرت انني نثبت لنفسي انني عندي الشجاعه باش ندير هذا الشيء. هذا التخربيق وهذه العقليه اللي كانت عندي في الماضي كنت صبار بحال التمساح، ولعبت اللعبه بشويه وخديت وقتي كامل فيها، ومع الوقت خليت خديجه تثيق فيا وخليتها تحس بالراحه من جهتي، وهكا قدرت انني نستدرجها لجهتي بلا ما تعيا. وذاك النهار ملي كانت خديجه راجعه من المدرسه حاولت انني نقنعها باش تشوف معايا الكوخ اللي بنيت في الغابه، ولكن رفضت في الاول. من بعد الحاح كبير في الاخير قدرت نقنعها. والمعلومه انني كنت ديجا موجد السلاسل شي فراشات ديال الصوف في ذاك الكوخ القديم. ملي دخلنا عجبها الديكور بزاف، حيت داك الشيء القديم وكان كيفكرها في الفيلم ديال جدها. قبل ما تكمل الفرحه ديالها خديجه كتصدم باللي سديت الباب من ورانا. في نفس الوقت شفت الجنوي في يدي، واخا كاع هذاك الشيء كامل الا انها كانت قويه وما غوتت ما والو. واخا هذا الشيء كامل ممكن تقول انه ديك الساعه حسيت بشويه ديال خيبه الامان، بلا ما يمشي بالك بعيد من ناحيه الاعتداء الجنسي، وبلا ما تسول على التفاصيل، حيت الريح اللي برا ما كيهمش ملي كيكون العجاج، حيت اصلا حياتي كامله دازت غير في الافكار المعفونه. خديجه كانت هي السبيل الوحيد اللي عندي باش نقدر نحقق الرغبات ديالي. وفي النفس ديالي كنقول انني بغيت خديجه غير حيت كانت مريحه، او بالاصح انه كان سهل عليا باش نوصل ليها. واستعملت كاع وسائل الورشه اللي ممكن يطيحوا في بالك، منشار، مطرقه، مسامر، بانس، اي حاجه في بالك. والامر خرج على السيطره حيت الدنيا كامله تقلبت فاعله عليها، وكل شيء مطلب الحمر. راك عارف عليش كندوي. دازت ساعات قبل ما تودع، والغريب في الامر هو انها كانت قويه، وكاع داكشي اللي كنت كنتسناه ما وقعش. يمكن نقول لك السي عمر انك ممكن تكون فخور بها رغم كاع هذاك الشيء، الا انني نقدر نخليك على خاطرك ونقول لك انها مشات معززه مكرمه، حيت الشوفات ديالها ما خلونيش انني نقرب ليها بشي سلوك من الحارف. واللي عصبني بزاف هو انه بمجرد الشوفات منها خلوني في حاله ضعف، رغم كاع داكشي اللي درت الا انني كنحس باللي راسي انا اللي خاسر. ملي سالا كل شيء ديك الرغبه والحماس اللي كان عندي تحول لهستيريا، حيت ديك اللحظه عاد حسيت بداك الشيء اللي درت، خصوصا ملي شفت الفوضى والبشاعه ديال داك المنظر. وديك الفرحه والحلاوه اللي كانت في الاول رجع كل شيء بالعكس. ديك المتعه اللي كانت مؤقته خلاتني ندير ابشع حوايج، خيال اللي ما قدرش انني نتحكم فيه. كلف بنت صغيره حياتها، بنت اللي كانت قويه حتى لاخر لحظه في حياتها. وفي المقابل انني اكتشفت باللي درت اكبر غلط في حياتي، اكتشفت مدى الضعف ديالي، خصوصا واحد ما كيسواش بحالي. من بعد ما قدرت انني نستوعب الصدمه الاوليه من هذا الشيء، حاولت انني نتخلص من كاع الادله، حرقت كل شيء، واللي بقى تعمقت في وسط الغابه اقصى حدود، ودفنته في اعمق بلاصه. تمنيت لو كان هذا الشيء كامل غير حلمه ونفيق وننسى كل شيء. هذا الشيء كامل اللي درت العام اللي فات عطاني استنتاج واحد، الا وهو انني عرفت راسي اللي انني مجرد انسان، او بالاصح ممكن تقول فاشل، مهووس وما كيكسب ولو ذره شخصيه، وضعيف لدرجه انه ما قدرش يتغلب على الدوافع ديالو الكحله والمعفونه. حسيت بالدمار سواء نفسيا او جسديا. تمنيت لو ما كنتش، والذكريات اللي كانت مرافقاني صباح مساء، لدرجه انه ملي كنسد عينيا كنشوف ذاك المسخ اللي هو انا، اللي خدا روح ديال انسانه واعره بحال خديجه. لمده عام وانا كنعاني من جميع انواع العذاب، والنفس ديالي كتاكل فيا من راسي حتى رجلي. ولهذا قررت انني غادي ندير الصواب، وهو بما انني خديت حياه يعني خاصني نعطي حياه اخرى. ولهذا غادي نقدم حياتي في المقابل، بمعنى غادي نحد من الحياه ديالي قبل ما نتسبب في حوايج اخرى كتأذي ناس اخرين ابرياء. وكنتاسف بكل ياس على داك الشيء اللي وقع لبنتك، وعارف انك عمرك غادي تسامحني. انا عطيتك التفاصيل كامله باش على الاقل تعرف اش وقع لبنتك وتريح نفسك ولو غير شويه. خالص اعتذاراتي. من بعد ما قريت هذه الرساله اللي وصلتني من هذا المسك اللي حد الان ما عرفش شكون هو، ما قدرش نتحمل. ومع ذلك قررت انني نلبس قناع الشجاعه وما نخليش يزيد يدمر لي عائلتي. قررت انني نكمل حياتي مع مرتي وولدي ايوب، واخا عارف ان الظروف صعيبه، ولكن الصدمه الكبيره هي ملي فقت الغد لي ومشيت باش نفيق ولدي ايوب باش ينزل يفطر معنا. ولكن كندق ما كاين حتى شي رد، كنزيد كندق والو بدون رد. واضطريت انني نهرس الباب، وكنتفاجئ انني كنلقى ايوب معلق من عنقه ومهرس البيسي ديالو.
ودابا من هادشي كامل غادي نسولكم مره اخرى، واش كتامنوا بالصدف؟ بالنسبه للناس اللي وصلوا معنا حتى لهذه اللحظه بغيت نقول لكم هذه القصه مستوحاه من الخيال، والناس اللي ما عارفينش علاش ايوب شنق راسو حيت هو اللي قتل اختو خديجه. ما تنساوش تعابوناو معنا في القناه ومتابعه في الفيسبوك. تهلاو.